شلون اقدر ارفع من معدلي الدراسي؟ انا قاعد اقرا وانسى، قاعد اقرا هواي ساعات واخذ هواي وقت، ومن اروح بالامتحان انسى كل شيء وما اقدر اجاوب، او يعني قاعد اضيع وقت الحالي على الفاضي بدون كل فائده. زين شلون اقدر ارفع من معدلي الدراسي وشلون اقدر احسن يعني دراستي، واقدر شلون افهم المواضيع؟ بهذا الفيديو طلاب راح انطيكم طريقه، صدقني اذا تتبعون هالطريقه راح تقدروا تضبطون الماده كلها من الجلاد للجلاد. قبل كل شيء طلاب، قناه التليجرام ثبت فوق تعليق فيها مشرفين يشتروا لكم كل شيء تحتاجونه من اول متوسط الى السادس اعدادي، فاللي حاب ينضم بها انضم بهالقناه حتى تقدر تستفاد من عندها. الشغله الثانيه يا ريت انه تشتركون بالقناه وتخلي لها كل فيديو حتى يوصل بقيه الطلاب والكل تستفاد. هسه خلونا نعرف شنو هالطريقه اللي راح اقدر ارفع بها من معدلي الدراسي، وشو راح اقدر يعني اضبط المواد بسهوله وما راح اشوف شيء صعب عليه. ركزوا يا طلاب. اول شيء طلاب، بهاي الطريقه راح نحتاج لنا كم شغله حتى تضبط عندك هاي الطريقه وتقدر تستمر بها بشكل صحيح على كل المواد. قبل كل شيء طلاب طبعا لا تنسون انه تخلون قلاص مي يمكم، حتى يعني دائما من تتعب تشرب مي حتى يصيرك واس بعد اكثر وتبقى يعني لك خلق وتقدر تقرا. هاي اول شغله. شوف طلاب، طبعا الطريقه انا ما راح اقول لك يعني مثل بعض هالطرق اللي قاعد ينطونها، مثلا طريقه الدوبامين اللي احكي عليها اللي هي تقرا 25 دقيقه وبعدين ترجع ترتاح. يعني صراحه هاي بالنسبه لكم كطلاب ما تفيدك، يعني كطالب ما تفيدك، يعني وطريقه فاشله لك. راح تقول لي شلون؟ يعني هن 25 دقيقه، هو اصلا انت على ما تفتح الكتاب صارت لك نص ساعه، زين 25 دقيقه هاي شلون راح تقراها؟ فالشغله الثانيه السلبيه بها انه طالب راح يبقى مثلا يقرا، شاف الساعه صارت 25 دقيقه راد وخر، كل شويه بوع لسه حتى تصير 25 دقيقه يروح يرتاح. الشغله الثالثه انه ما راح ترتاح 5 دقائق، ما معقوله الطالب اليوم يقعد يرتاح 5 دقائق كذب، يعني اقل شيء يرتاح له نص ساعه، اقل شيء يرتاح له ساعه، فما 5 دقائق ورد ارجع وكل شويه 5 دقائق. هاي الطريقه الصراحه بالنسبه للطلاب يعني ووضعيه الطلاب هيك مستحيل تنجح وياك وما راح تفيدك، وطريقه فاشله من الاخير. خليني اقول لك اياها. زين شنو الطريقه العادله اللي راح تعلمنا عليها اذا مو هاي الطريقه اللي اخترعوها هواي ناس كل فيديو تحكي بيها انت تقول عليها فاشله؟ بالنسبه لكم كطلاب وهاي وضعيتكم فاشله. فاليوم انا كطالب وياك قاعد يعني وياك هسه حاليا انا طالب وانت طالب، راح اعلمك على هاي الطريقه اللي انا استفادت منها وهواي طلاب استفادوا من عندها الصراحه وعن تجربه، يعني ما قاعد انطيك حكمه مثلا نروح على الدوبامين انه شخص اخترعها وهو اصلا اللي قاعد ينصحك بها ما جربها، هو مجرد قاعد ينصحك بها لانه سمعها شخص مخترعها. فانا اليوم راح اعطيك هالطريقه انا مستخدمها وهواي طلاب مستخدمينها صراحه ونجحت عندنا عن تجربه. شوف طلاب، بهاي الطريقه شنو راح نحتاج؟ اوكي مثلا راح نختار الاحياء، يعني مثلا الاحياء اللي قاعد نواجه فيها صعوبه والاحياء اللي قاعد نشوفها صعبه. نفتح الاحياء. اوكي هسه عندي موضوع هنا الانسجه، عندك موضوع مثلا هسه هنا عندي موضوع الانسجه، انت اي ماده عندك واي موضوع يعني تقدر تختاره. مثلا هسه هنا عندي موضوع الانسجه، اول شيء من اريد اقرا يعني اجي اقرا مطالعه، لا احفظه ولا احاول اركز به كانما اقرا بجريده، يعني اقرا مطالعه خلصت من عنده اجيب الشغله الثانيه اجيب قلم واجيب دفتر. هذا الدفتر راح اكتب به اسئله عن هذا الموضوع، يعني مثلا تعريف النسيج الظاهري، مثلا الموقع ماله والوظيفه مالته شنو، اكتب اسئله ابقيهن على صفحه، كتبت ذني الاسئله، ارجع مره ثانيه اقرا هذا الموضوع بتركيز، يعني بتركيز ركز اقرا بتركيز، احاول اني اركز عليه. قرأت بتركيز مرة 2 3 4، أخذ لك 5 مرات 6 مرات، خذ لك فد نص ساعة بتقرأ، طبته سد الكتاب، ارجع على الأسئلة اللي أنت كتبتها بالدفتر، ترجع على الأسئلة مثلا تعريف أنت قرأت بتركيز راح تقدر تكتب هذا التعريف اللي أنت كتبت السؤال راح تقدر تعرفه. جيت على الموقع كتبت مثلا الموقع، جيت على مثلا أهمية أو الوظيفة مالته نسيت، لا تحاول ترجع على الكتاب وتشوفه، لا أوكي اكتب عليه علامة استفهام معناته أنت هنا صارت نقطة ضعفك ونسيت. رد سد الأسئلة مرة ثانية، ارجع على الكتاب سوي مراجعة سريعة مرة مرتين بعدين نرجع للأسئلة، راح تقدر انه تجاوب الأسئلة كلها. وبهذه الطريقة انت راح تكون يعني ضبطت هذا الموضوع، انت كتبت أسئلة عليه وانت جاوبت هاي الأسئلة بيدك. فيعني لما مثلا بالمدرسة او بالامتحان يجيك هذا الموضوع كتعريف، يجيك مثلا موقع راح تقول انه انا كتبت أسئلة وانا جاوبت هاي الأسئلة، فانت بهذه الطريقة راح تتذكر اي موضوع يجيك بالامتحان لانه انت بيدك قاعد تكتب أسئلة وانت بيدك قاعد تحل هاي الأسئلة، يعني ما قاعد تجي تقرا مثلا قريته اقلب على الورقه الثانيه الثالثه الرابعه وتقلب بالماده ركض، هنا ما راح تستفاد كل شيء، راح تضيع وقت يعني وبدون فائده على الفاضي. بهاي الطريقه راح تقدر يعني ترفع من معدلك الدراسي وبوقت قليل، يعني تاخذ وقت قليل، وحتى لو وقت هواي بس احنا نقول وقت قليل لانه هي عباره عن وقت قليل احنا حسب ما جربناها، فرضا انه وقت هواي بس بالتالي انت راح تستفاد، يعني راح تستفاد من هالطريقه. انت كتبت اسئله بايدك وانت حليتها ومن تجي تقرا طبعا حاول انه تشرح، يعني من تجي تقرا بتركيز حاول انه تشرح هذا الموضوع كانما عندك طلاب وقاعد تشرح لهم، يعني اشرح هذا الموضوع مره مرتين ثلاثه، يعني كانما عندك طلاب مثلا موقع بهيك فلان هنا يعني موقع هنا مثلا هاي وظيفته هذا تعريفه
حاول نجيب مثلا قلم تلوين، يعني مثلا هذا القلم قلم تلوين وأشر مثلا تعريف أشر واحد، الموقع أشر واحد، مثلا الوظيفة أشرها واحد. حاول تحفظ على هذا النمط، صدقني امشي بالمادة كلها على هذا النمط، راح تفهم المادة كلها، وراح يعني حتى ورا 4 5 أيام، حتى لو ورا شهر من يسألونك أنت راح تقدر تجاوب بكل سهولة، لأنه أنت يعني كأنما أنت مصمم هاي المادة. هسه أنت كأنما أنت يعني كأنما أنت مؤلف هاي المادة، لأنه عرفت السؤال وين، عرفت التعريف وين، عرفت الموقع وين، عرفت كل شيء عن هاي المادة بسبب هاي الطريقة اللي استخدمتها. وهاي الطريقة صدقوني راح تقدر ترفعون من معدلكم الدراسي، لأنه والله العظيم عن تجربة، وما قاعد أقول لك طريقة مثلا تلقاها بكتاب وتلقاها فلان اخترعها، لا، هاي طريقة طلاب مجربينها وأنا عن تجربة. فأنا طالب وأنت طالب، فأنا أعرف أنت شنو قاعد تحس، وأعرف وين نقطة ضعفك، وأعرف وين تواجه مشكلة، فقاعد أنصحك بهاي الطريقة. وجرب هاي الطريقة ورد اكتب لي بالتعليقات، وإن شاء الله تنجح وياكم يا رب، التوفيق والنجاح. شد حيلكم يا أبطال، مع السلامة.